من جديد أهلا بكم أحبة المشاهدين. اليوم جماهير نادي الشرطة ودعت فقيدها الشاب حمزة باراني رحمه الله، وسبب الوفاة هجوم كلاب سائبة أجلكم الله. وطبعا الحادث محزن ومؤسف بذات الوقت، والحقيقة ظاهرة الكلاب السائبة انتشرت بكثرة في هذه الأيام، وتزداد خطورتها على طلبة المدارس والمرة بالأحياء السكنية خصوصا من الأطفال. هسه عندنا مقطع فيديو من غماس، تلك المدينة التي تخفو على أنهر ديوانية. طبعا هذه المدينة الرائعة الجميلة صاير بها كلاب سائبة، وبدأوا يطلقون على شوارعها تسمية وادي الكلاب. طبعا مكرمين أهلنا الرائعين في غماس والسامعين والمشاهدين. أما بعض الجامعات فالكلاب تتجول بين الطلبة، وهو أمر اعتيادي اعتاد عليه الجميع. نحن لا نحض على قتل هذه الحيوانات، لكن الآن شفنا مبادرات فردية ونجحت بتشكيل مفارز للإمساك بالكلاب السائبة، ومن ثم تلقيحها وتربيتها وبيعها، وصارت مشروع مربح. لكن لو تولت وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة هذه العملية بالتأكيد راح يكون العمل أكثر فاعلية وأمنا أكثر على سلامة المواطنين. ندعو للفقيد باراني بالرحمة والسلوان مع أسفنا الشديد، وتمنياتنا لأسرته الكريمة بالصبر والسلوان. أنا أذكر قبل لما أسأل عن كثير من المناطق، يعني كمثال أقول ليش هاي المنطقة سموها أم الكبر والغزلان اللي هي بين مدينة الصدر وبين حيئور؟ يقولون لي إن كان في الستينيات والسبعينيات كثير من الغزلان تتجول في تلك المناطق التي كانت يعني حينها أرض جدب. الآن ما شاء الله وين ما تدير وجهك تلقى كلب مهرهر أجلكم الله. خلينا نشوف هذه المقاطع ونرجع لكم.